كل يوم حكاية يا قلبي تاخدنا في عالم تاني، قصص حلوة وجميلة بلخصها لك في ثواني. بس قبل ما ابدأ يلا يا قلبي فرحيني، اشتركي في قناتي علشان تكبريني. أنا اسمي خلود من عيلة كبيرة جدا في الصعيد. بابا عنده مصانع ألبان. عندي 5 إخوات، 3 صبيان وبنتين. إخواتي كلهم حبوا إن هم يتجوزوا على طول، ومفيش حد فيهم حب إنه يكمل تعليمه. أختي الكبيرة خدت الإعدادية بالعافية، أما بقى الصغيرة خدت الابتدائية برضو بالعافية. أما بالنسبة لإخواتي الصبيان فهم خدوها من قصيرها وما دخلوش مدرسة أصلا، مع ان بابا عمره ما قصر معانا، كان بيديهم دروس وكان بيخليهم يروحوا مجموعات وحاجات كتير جدا علشان يتعلموا. لكن هما ما كانش في دماغهم التعليم خالص. اخواتي البنات اول ما سنهم جاب 19 سنة اتجوزوا على طول. بابا كان نفسه ان حد من ولاده يكمل تعليمه، حتى كان عنده استعداد انه يسفر اي حد فينا يتعلم بره عادي، ما عندوش اي مشاكل. بس للأسف اخواتي خذلوه، وطبعا انا كنت صغيرة في الفترة دي وكنت بشوف قد ايه بابا زعلان، فقلت لنفسي ان انا لازم اكبر واتعلم وابقى حاجة كبيرة علشان بابا يفرح بيا ويبقى رافع راسه كده ويقول انا ما خلفتش غير خلود. خصوصا كمان ان انا اخر العنقود ومتدلعة قوي. الايام بتعدي وانا ما بعملش اي حاجة غير ان انا بذاكر، لحد ما خلصت تالتة اعدادي ودخلت ثانوية عامة. في اليوم ده بابا كان فرحان قوي، جاب لي طقم دهب وقعد يدلع فيا ويقول لي اللي انتي عاوزاه النهارده انا هجيبهولك، لو طلبتي حته من السما هطلع اجيبها لك وانزل تاني. كنت فرحانه على فرحته، وده اداني حافز اني اذاكر واتعب اكتر علشان ابقى حاجه كبيره في المستقبل. وطبعا انا كنت بعمل كل ده علشان بس افرح بابا، وعلى فكره انا كنت متفوقه جدا وكنت ممكن ادخل كليه طب عادي جدا. بس انا سألت بابا وقلت له انت نفسك ادخل كلية ايه؟ قال لي كلية تجارة علشان تمسكيلي الحسابات بتاعة الشغل. انتي عارفة انا ياما ناس سرقتني، وبصراحة كده انا كان نفسي حد فيكم يتعلم علشان خاطر يمسك الحسابات بتاعت شغلنا. انتي شايفة يا بنتي الدنيا ما بقاش فيها امان، وانا مش امن اي حد غريب، فيا ريت حبيبة قلب بابا تدخلي كلية تجارة. قلت له خلاص يا بابا اللي انت عاوزه هعمله. وفعلا بقيت اذاكر واسهر واتعب لحد ما خلصت تالتة ثانوي ونجحت الحمد لله، وجبت في الثانوية العامة 98.5%. بابا كان طاير من الفرحة وما كانش مصدق نفسه، بقى عمال يتنطط زي الاطفال الصغيره ويقول لي قولي لي انت نفسك في ايه واجيبهولك. قلت له يا بابا انا مش عاوزه اي حاجه، فرحتك دي بالدنيا وما فيها. كل حاجه كانت ماشيه تمام وكنت مبسوطه جدا واهلي مبسوطين، لحد ما قررت ان انا ادرس في القاهره، لان طبعا كليات القاهره معروفه. وطبعا اول ما قلت لبابا اني عايزه اقدم في كليه تجاره جامعه القاهره، قال لي طبعا اللي انت عاوزاه هعملهولك. اخواتي الصبيان رفضوا وامي كمان رفضت وقالت لا، بس بابا قال لهم محدش يتدخل، اللي بنتي عاوزاه هعمله لها. وخدني وسافرنا القاهرة، أجر لي شقة هناك، وكلم بواب العمارة يشوف لي واحدة تعيش معايا طول الفترة اللي أنا قاعدة فيها هناك. جاب لي بنوتة كويسة جدا كانت بتخدمني وبتشوف طلباتي، وال24 ساعة قاعدة معايا علشان مبقاش قلقانة ولا خايف. وابتديت رحلة الدراسة وأنا طالبة جامعية. في أول سنتين كنت من الطالبات المتميزات في حالي ومليش دعوة بحد ومش بكون صداقات نهائي. كل اللي كنت بعمله بدرس وبس. وطبعا لاني ما كنتش بفوت ولا محاضرة كنت دايما متفوقة وعلى طول الاولى على الدفعة. شطارتي كانت مخلية العين عليا، واللي زاد ده ان بابا بعد ما نجحت في اولى جامعة جابلي عربية علشان ما اتبهدلش في المواصلات. موضوع العربية ده خلى أكتر من بنت تتقرب مني ويبقوا عايزين يصاحبوني، وطبعا كان باين عليهم قوي إن هم عايزين يعرفوني مصلحة مش أكتر، وده كان بيخليني أخاف وأرد عليهم على قد السؤال وأمنع خالص حوار إن يبقى في بيني وبينهم صداقة. دنيتي كانت ماشية كويس لحد ما في يوم قابلت شاب. الشاب ده كان اسمه محمد، شاب وسيم طويل عريض عيونه ملونة، من الآخر كده شاب مز. كل البنات في الجامعة كانوا هيموتوا عليه، ومن الآخر كده كان شاب من الشباب اللي مقطعين السمكة وديلها، النهاردة مع وفاء وبكرة مع سناء. مش هضحك عليكم، بسبب وسامته وطريقته الجريئة في الكلام أعجبت بيه من بعيد لبعيد طبعا من غير ما اتكلم معاه. وطبعا اللي شدني ليه ان انا عمري في حياتي ما شفت شاب زي ده، لاني متربية في الصعيد واهلي دايما قافلين علينا،
اخواتي وبابا وقرايبنا ما بيلبسوش غير عبايات صعيدي، لهجتنا الصعيدية الأصيلة اللي مش بنتكلم غير بيها، وتشدد أهلي وطريقتهم في إن هم يحافظوا علينا زيادة عن اللزوم. كل ده خلاني كل ما أشوف محمد أقع فيه أكتر. الأيام بتعدي، وطبعا أنا كنت في الأول بعد ما بخلص محاضراتي بروح على طول، لكن من يوم ما أعجبت بمحمد وأنا بقيت على طول أقعد في الجامعة بحجة إني بذاكر، إني مثلا عاوزة أتغدى في الجامعة، وعملت صحاب بنات كتير جدا. يعني من الآخر كده غيرت تفكيري خالص، كل اللي كنت بعمله بقيت أعمل عكسه. دايما أنا اللي أعزم صحابي وأكلهم على حسابي، ونخرج نتفسح برضو على حسابي وأذاكر لهم. كنت مغفلة لكن بمزاجي. ما عداش وقت كتير واتعرفت في الجامعة، ومحمد بقى عينه عليا وانا رايحة وانا جاية، وطبعا انا كنت واخدة بالي كويس. في يوم خلصت محاضراتي وقعدت كالعادة علشان اذاكر، لقيته قرب مني ويقولي عاملة ايه، انا محمد، انتي اسمك ايه؟ قلت له هاي، اسمي خلود. عاشت الاسامي يا محمد. قال لي الله، اسمك حلو قوي يا خلود، هو انتي في سنة كام؟ قلت له في سنة تانية. قال لي انا متابعك بقالي فترة، سمعت ان انتي متفوقة وما شاء الله بتطلعي الاولى دايما. قلت له اه الحمد لله. قال لي انا كمان متفوق، لدرجة ان انا بقالي 3 سنين في سنة رابعة. فضلت اضحك جامد جدا لدرجة ان انا شرقت من كتر الضحك. قلت له كمان دمك خفيف؟ قال لي ايوه، شفتي بقى متعدد المواهب. ومن اليوم ده وفضلنا نتكلم مع بعض، وكل يوم والتاني اخده بالعربية ناكل في مطعم، نتفسح، نخرج. حياتي اتغيرت 180 درجة. ما بقيتش اذاكر ومستوايا رجع خالص، وبعد ما امتحنت جبت مقبول بالعافية. طبعا فترة الأجازة كنت بقضيها في الصعيد، ودعت محمد وسافرت لأهلي. فضلت قاعدة طول فترة الأجازة وأنا على أعصابي، وطبعا كنت بكلم محمد كل فترة والتانية. لما النتيجة طلعت قلت لبابا إن أنا نجحت كالعادة وطلعت الأولى على الدفعة. بابا فرح وجاب لي ساعة غالية جدا، قال لي علشان تتباهي قدام صحابك إن انتي من عيلة غنية جدا في الصعيد. بوست ايده وراسه وقلت له انا فعلا غنية، لكن غنية بيك انت يا حبيبي. الايام بتعدي والاجازة بتخلص، بودع اهلي وبسافر للشقة بتاعتي. رجعت تاني لحياتي اللي انا اتعودت عليها مؤخرا، اكلي كله من مطاعم، اخرج واسهر والعب، والدنيا معايا كانت سداح مداح، مش بفكر في اي حاجة. عكس زمان كنت بخاف على زعل بابا، وكنت دايما عايزة ابقى الاولى علشان بابا يفرح. في يوم وانا خارجة مع محمد لبست الساعة الغالية اللي بابا جابها لي. اول ما محمد شافها قال لي ما تقوليش هي دي؟ قلت له ايوه هي. قال لي طيب ما تديهالي. قلت له ما تغلاش عليك، لكن دي حريمي. قال لي ما انا هبيعها وافك زنقتي. قلت له تفك زنقتك ايه يا ابني؟ ده انت بتلبس هدوم ولا ابن الوزير. قال لي يا بنتي ما تحكميش على الكتاب من غلافه، انا عمري ما حكيت لك حاجه عني، انتي ما سالتيش نفسك انا بسقط ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي علشان شغال، بصرف على امي واخواتي البنات، وحالتي ما يعلم بيها غير ربنا. ما يغركيش الهدمتين والنضارتين والوسامه اللي انا فيها دي، انا جنتل من بره بس، انما من جوه بكح تراب. الهدوم دي يا بنت انا شحتها من واحد صاحبي شغال معايا. اول ما قال لي كده ساعتها اتضايقت، ما اتضايقتش لانه هو فقير او ان هو على قد حاله، انا اتضايقت ان هو طول الفتره دي كان بيخدعني، احنا كنا بقالنا سنه حرفيا مع بعض. فضل يحكي كتير على قد ايه هو اتبهدل وهو صغير، وعلى قد ايه هو شال الهم، وطبعا صعب عليا جدا، وما سابنيش غير لما خد مني الساعة اللي خدها دي بمبلغ محترم. المهم الأيام بتعدي وأنا بتعلق بيه أكتر، بخلص تالتة تجارة ورابعة تجارة، وخلاص كده أنا بمتحن امتحانات آخر السنة، وخلاص كل واحد فينا هيروح في طريقه. قلت له محمد احنا داخلين في 3 سنين مع بعض، وانا لحد النهارده ما شفتش منك اي خطوه ايجابيه، هو انت ناوي على ايه؟ قال لي مش فاهم انت عاوزاني اعمل ايه؟ قلت له مثلا مش بتفكر تخطبني؟ لقيته تاه كده في الكلام وقال لي اه ان شاء الله طبعا انا ناوي ان انا اخطبك، بس لسه هفاتح امي. قلت له ما تهزرش، كل ده ولسه ما فتحتش امك؟ قال لي معلش بقى اصل اليومين دول مضغوط. قلت له بالله عليك بقى بطل الكلمه اللي انت دايما بتقولها لي لما بتتزنق في فلوس. قال لي انت هتذليني بالفلوس اللي بتديها لي ولا ايه؟ قلت له مش قصدي، بس هو انت مش شايف اننا هنمتحن اخر السنه؟ قال لي طبعا شايف، انا مذاكر كويس ما تقلقيش. قلت له والله انت ناوي تغلطني؟ ما سألتش نفسك بعد ما نمتحن ونخلص امتحاناتنا وكل واحد فينا يروح من طريق، انا ايه مصيري وانت ايه مصيرك؟ طبيعي ان انا هتجوز. انا كل فتره والتانيه حد يتقدم لي وبرفض. خد خطوه يا محمد لو بتحبني. قال لي طبعا انا بحبك، لكن مش هضحك عليكي، انا ما معيش فلوس ولا الشبكه ولا لاي حاجه من الحاجات دي، وانتوا في الصعيد بتطلبوا دهب كتير قوي، اما عندي في منطقتي لو خطبت اي واحده هتقبل بدبله والدنيا هتمشي.
قلت له يعني الحوار كله واقف على الدهب؟ قال لي ايوه بصراحة. قلت له خلاص يا عم انا هديلك حق الدهب. قال لي بتهزري؟ قلت له والله العظيم ما بهزر، بس انت تعالى اتكلم مع بابا واتفق معاه على كل حاجة. بص لي وقال لي طيب هو ابوك هيرضى بيا؟ قلت له ايوه هيرضى بيك لما يلاقيني بحبك وعاوزاك، بس اصبر نخلص امتحانات. وفعلا امتحنا وخلصنا وكمان النتيجة طلعت والحمد لله نجحت بجيد جدا. بعد ظهور النتيجة ب10 أيام محمد جه علشان يتقدم لي. بابا واخواتي أول ما شافوه قالوا لأ الولد ده مش شبهنا، بس طبعا بابا لما لقاني مصممة عليه قال نديله فرصة ونقعد معاه ونتكلم. ساعتها محمد قعد وقال لهم أنا تحت أمركم في أي حاجة تطلبوها. بابا قال له شغلك إيه؟ محمد قال له انا شغال في مصنع يا عمي، ولو انت محتاج اي حد في المصنع بتاعك انا ما عنديش اي مشكلة اشتغل واكون خدامك وتحت ايديك. اخويا قال له كمان تعرف ان عندنا مصانع؟ بابا رد على اخويا وقال له اكيد يعرف طبعا، هو احنا قليلين في البلد ولا ايه؟ محمد بص لبابا وقال له حضرتك غني عن التعريف يا عمي. بابا فضل يسأله ومحمد يجاوب، ولما بابا قال له طيب فين باباك فين عمك فين خالك مالكش اي رجالة تيجي معاك؟ محمد قال له انه ملوش غير امه واخواته البنات وانه شغال وبيصرف عليهم. بابا بصراحة استجدعه في الحتة دي ان هو بار باهله، لان ابويا من النوع اللي لما بيشوف الراجل بار باهله يقول بس الراجل ده يحافظ على مراته. بعد كلام كتير بابا قال لمحمد طيب ممكن يومين وارد عليك؟ محمد قال له طبعا يا عمي، خد رقمي اهو انا منتظر منك اتصال. بعد ما مشي انا قعدت جنب بابا قلت له بابا حبيبي انا الوحيدة اللي حققت لك حلمك، انا اصلا هشتغل معاك وهيبقى ايدي بايدك ومش هسيبك ابدا، علشان خاطري يا بابا وافق عليه انا عاوزاه. لما قلت كده اخويا الكبير اتعصب وقال لي بابا شفت قلتلك ما تسافرش القاهره، اديها جايه وجايبه لنا بلوه، والله يابا اقطع دراعي من هنا لهنا، الواد ده طمعان فينا. بابا طبطب عليا وقال له ماله، انا مش فارق معايا اي حاجه يا ابني، اهم حاجه خلود تكون راضيه. بصت ايديه وراسه وقلت له يخليك ليا يا نور عيني. بص لي وقال لي خلود؟ قلت له نعم يا بابا. قال لي الاختيار ده اختيارك، يعني لو في يوم من الايام حصل اي حاجه اختيارك ولازم تتحملي تمن اختيارك. والله خفت وارتعشت من كلام بابا. قلت له انت تقصد ايه يا بابا وليه بتقولي كده؟ قال لي بقولك كده علشان انت مش صغيره، انا مش مرتاح للشاب ده لكن علشانك انتي اعمل اي حاجة في الدنيا. بوست راسه وطلعت اوضتي. فضلت افكر في كلام بابا لكن قلت يعني ايه اللي هيحصل، ده محمد. عدى يومين وبابا رن على محمد وقال له تعالى علشان نتفق على كل حاجة. محمد جه وكان لابس بدلة شيك جدا، قعد قدام بابا وقعدوا يتكلموا. بابا قال له احنا عاوزين دهب ب200 ألف. رد عليه محمد وقال له لا قليل جدا، خلوت التقل بالدهب يا عمي، 200 ألف ايه بس؟ ساعتها بابا فرح وبص لمحمد برضا وقال له طيب انت عاوز تجيب دهب بكام؟ اهو كده كده الدهب ده هدية العريس للعروسة. محمد قال له بكل ثقة 500 ألف ان شاء الله. انا سمعت المبلغ وقلبي وقع في رجلي، لان طبعا انا متأكدة وواثقة ان هو ما معهوش حتى 500 جنيه في جيبه، والمفروض ان انا وهو متفقين مع بعض ان انا اللي هدفع فلوس الشبكة كلها. بابا قال لمحمد تمام اللي انت عايزه يا ابني جيبه، اه كده كده الشبكة بتاعتك في الاول او في الاخر، المهم انا ما عنديش خطوبة نهائيا، اليوم اللي هتيجوا تجيبوا فيه الشبكة وتلبسوا الشبكة هنكتب الكتاب فيه، وبعدها باسبوع هنعمل الفرح. وطبعا الفرح ده اعمله زي ما انت عايز تعمله كبير عايز تعمله صغير، اه كده كده دي فرحتك انت. انا كل اللي يهمني يا ابني ان بنتي ما تزعلش في يوم من الايام، وكمان ان شاء الله هيبقى ليكم شقة هنا في الصعيد تبقوا تروحوا وتيجوا براحتكم، الشقة دي انا كاتبها باسم خلود من وهي صغيرة. محمد ابتسم وقال له ربنا يخليك يا عمي وخد بعضه ومشي. طلعت اوضتي جري واتصلت عليه قلت له ايه اللي انت عملته ده يا محمد؟ انت بتدبسني 500 الف ايه اللي انت بتقول عليهم؟ قال لي يا عبيطة كان لازم اعمل كده علشان اعرف ابوك اني شاري، ابوك تقيل وعايز اللي يتكلم معاه يكون اتقل منه. قلت له بس انا كنت عامله حسابي على 200 الف بالعافية، هجيب لك ال300 التانيين منين؟ قال لي اتصرفي ده انتوا ما شاء الله على قلبكم قد كده، وفضل يضحك قال يعني بيهزر. قلت له دمك سم على فكرة. قال لي بقولك ايه انت هتعملي لي حوار؟ ما كده كده الدهب ليكي. قلت له خلاص ماشي اديني هحاول اتصرف لك في الفلوس قبل ميعاد الخطوبة. وفعلا جهزت له ال300 الف جنيه ومحدش يقول لي جهزتهم له ازاي، بس اللي هقدر اقوله ان انا طلع عيني حرفيا لحد ما جبت المبلغ ده. جهزت كل حاجة وقلت لبابا ان انا هسافر القاهرة علشان اجيب شوية حاجات في الشقة بتاعتي. بابا قال لي روحي، وخدت معايا اختي علشان ما بقاش لوحدي. اول ما وصلنا القاهره خليت اختي تطلع شقتي، قلت لها لمي لي كل حاجه هناك وانا رايحه اقابل واحده صاحبتي من ايام الجامعه. قالت لي ماشي بس ما تتاخريش عليا. سبت اختي تطلع وانا رحت قابلت محمد.
طلعت الشنطة ووريته الفلوس. ساعتها شفت في عينيه نظرة عمري في حياتي ما هنساها. قلت له: يا محمد، النهاردة يوم ايه؟ قال لي: النهاردة يوم الحد. قلت له: طيب كويس انك عارف ان النهاردة الحد. يوم الجمعة الجاية هنكتب الكتاب وهنجيب الشبكة، اوعى تصرف من الفلوس جنيه، وعيني الفلوس في مكان امين. قال لي: حاضر عينيا الاتنين. بعد ما اديته الفلوس سلمت عليه وروحت. خدت اختي من شقتي بعد ما لمينا كل حاجة مع بعض وروحنا تاني الصعيد. دخلنا البيت وكنا هلكانين وتعبانين جدا. طلعت نمت على طول والايام بتعدي. ببتدي ان انا اجهز نفسي لكتب كتابي وشبكتي، وبابا وماما بيعزموا ناس كتير جدا، ولان بابا معروف زي ما قلت لكم في الاول عزم ناس من كبارات البلد. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما مرة واحدة لقيت محمد عامل لي بلوكات من كل المواقع اللي كنت بكلمه عليها، ولما رنيت عليه برضه عامل لي بلوك. ارن عليه من اي رقم غريب يرد، واول ما يسمع صوتي يقفل ويعمل بلوك. قلبي وجعني وخفت جدا. انا معرفش عنه اي حاجة، حتى اسمه بالكامل معرفوش. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هقول لبابا واخواتي ايه؟ طيب الناس اللي اتعزموا دول؟ كان الفكر هيموتني. فكرت اني انتحر واموت نفسي، لكن رجعت في تفكيري وقلت هموت كفرة على اخر الزمن. نفسيتي اتدمرت، منعت اكل ومنعت شرب. كان فاضل بس على كتب الكتاب 3 ايام. اختي دخلت لي وكانت فاكره ان انا خايفه من الجواز. فضلت تطبطب عليا وتقولي: يا حبيبه قلبي الدنيا سهله، ما تخافيش قوي كده. فضلت تهون عليا بالكلام وتقولي: احنا كلنا معاكي شويه وهتتعودي، وكلام كتير قوي. هي كانت بتتكلم وانا عقلي كان مسافر، ما كنتش واعيه لاي كلمه بتقولها. ما كنتش عارفه اعمل ايه. بس قلت لنفسي خلاص، الايام عماله تعدي وما بقاش فاضل غير يومين 2 بس على الفرح. بابا كان عازم ناس كتير قوي في كتب الكتاب لان انا بنته الاخيره وكان عاوز يفرح بيا. وطبعا انا مرضتش افضل ساكته اكتر من كده علشان بابا ما يتفضحش قدام الناس اللي عازمهم. نزلت وانا بتسند، ما كنتش قادره امشي على رجلي لاني ما كنتش واكله بقالي فتره طويله. قعدت قدام بابا قلت له: بابا انا عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم. قال لي: مالك يا حبيبه قلبي، انتي عماله تتبالي قوي كده ليه؟ ايه اللي حصل معاكي؟ قلت له: مفيش حاجة يا حبيبي، أنا بس عاوز أقولك إن أنا مش عايزة أتجوز. قال لي: إيه اللي أنتي بتقوليه ده؟ مش ده محمد اللي أنتي بتحبيه وهتموتي عليه؟ قلت له: لأ يا بابا، أنا بصراحة حاسة كده إني مش مرتاحة. قال لي: مش هينفع، أنا عزمت ناس كتير، ما قلتليش ليه الكلام ده قبل كده؟ قلت له: علشان خاطري يا بابا، الاسم فسخت خطوبتها أحسن ما يقولوا إن أنا مطلقة. قال لي: زعلك وده بلانك ده وراه حاجة كبيرة قوي. اخواتي ال3 دخلوا وقالوا لي: فيكي ايه؟ احنا شاكين فيكي بقالنا فترة اصلا، من يوم ما سافرت القاهرة ورجعتي وانتي مش تمام. هتقولي لنا في ايه ولا نعرف بطريقتنا؟ قلت لهم: والله مفيش حاجة. راح اخويا الكبير منادي على اختي دخلت تجري: فيه ايه يا اخويا؟ قال لها: هي البت دي خرجت في اي مكان كده ولا كده من لما كنت في القاهرة؟ اختي قالت له بصفونيه: ايوه خرجت راحت مشوار، قالت لي رايحه اقابل صاحبتي، وانا طلعت لميت لها الهدوم. اخويا بصلي وضربني بالقلم جامد جدا على وشي وقال لي: يبقى اللي في بالي حصل. حضنت بابا وقلت له: انت تقصد ايه؟ قال لي: اكيد لما سافرت غلطتي مع الحيوان بتاعك وبعد كده سابك ورماكي لما عرف انك سافله ورخيصه. قلت له: اخرس بابا، انت سامع ابنك بيقول عليا ايه؟ بابا بصلي لاول مره وهو مكسور وشال ايدي من على صدره وقال لي: مفيش مبرر للي انت بتقوليه وللي انت بتعمليه بقالك فتره غير ده. بصيت لهم بعياط وكسره وانا وشي صوابع اخويا معلم عليه. قلت لهم: اكشفولي، هاتوا دكتوره البيت تكشف لي، او اقول لك وديني اي عياده انت عاوزها، ولو عايز تدخل معايا يا بابا ادخل، انا مش مهم عندي اخواتي او اي حد في البيت ده، المهم ان انت تصدقني. اخويا كان عايز يضربني ويشدني من شعري علشان طبعا هو ما كانش مصدق وبيقول ان انا بعمل حوارات وبستعطف بابا علشان بابا بيحبني. بابا مرضيش يخلي حد يحط ايده عليا تاني وقال له: انا هحاسبك على القلم اللي انت اديته لاختك. اخويا قال له بعصبيه: انت لسه بتدافع عنها؟ دلعك فيها هو اللي وصلها للمرحله الزفت اللي احنا فيها دلوقتي. بابا قال له: احنا هنروح نكشف لها ونتاكد اذا كانت بنت او لا. طلعت لبست وانا مش خايفة ورحت معاهم. ماما واخواتي البنات الاتنين دخلوا معايا. الدكتورة كشفت عليا وطبعا قالت ان انا بنت وسليمة ومفيش فيا اي حاجة. ركبت العربية وانا مكسوفة قوي من اللي حصل فيا. اخواتي الصبيان كانوا حاطين راسهم في الارض وما كانوش عارفين ينطقوا، وبابا كان زعلان من نفسه علشان طبعا هو اللي مربيني وعارف تربيتي ازاي. انا غلطت ان انا حبيت وبقيت اخرج من غير ما بابا يعرف، لكن عمري في حياتي ما كنت افرط في نفسي ابدا. بابا اول ما روح بص لاخويا وقال له: القلم اللي انت اديته لاختك هديهولك 10 علشان ما كنش واقف قدامك وتمد ايدك على اختك بالشكل ده. اخويا حط راسه في الارض وما بقاش قادر يرد على ابويا لانه طبعا ظلمني واتهمني اتهام كبير قوي.
بابا قال لي تعالي معايا جوه اوضه المكتب. رحت معاه. قال لي طيب ممكن تقولي لي انتي مش عايزه تكملي ليه؟ قلت له اصل يا بابا كان بيكذب عليا. بابا استغرب وقال لي بيكذب عليك ازاي؟ قلت له كان مفهمني ان هو غني ومعاه فلوس وعنده اطيان. لكن يوم ما رحت القاهرة واحدة من زميلاتي قالت لي ان هو فقير جدا. طبعا انا ما صدقتهاش، لكن هي خدتني وورتني بيتهم. يعني من الاخر كده عملت على ابويا حوار ان هو فقير وانا مش هعرف اعيش عيشته، لان طبعا متربية في بيت كبير وكل اللي نفسي فيه بجيبه. بابا قال لي طبعا كل حاجة تغتفر الا الكذب، وما دام انتي مش مرتاحة للشخص ده انا خلاص مش موافق. لكن يا حبيبة قلب ابوكي انتي عارفة ان احنا عازمين ناس كبار قوي وعاملين دعوات مكتوب فيها ان انتي هيتكتب كتابك. قلت له يا بابا اعتذر. قال لي هنعتذر من مين ولا من مين؟ انا عندي فكرة حلوة. قلت له قول. قال لي تتجوزي ابن عمك. قلت له ابن عمي مين؟ قال لي ابن عمك احمد. قلت له انهي واحد فيهم؟ قال لي احمد ابن عمك الكبير. قلت له احمد ابن عمي متجوز يا بابا. قال لي وفين المشكلة؟ ما هو كده كده بيدور على عروسة علشان مراته مش بتخلف. قلت له بس انا يا بابا تعبت جدا وانا بتعلم وانا بذاكر وانا بكبر في نفسي، وانت عايزني دلوقتي اتجوز واحد جاهل وكمان ادخل على ضرة؟ قال لي على فكرة احمد دماغه حلوة قوي، ده ما شاء الله هو اللي شايل الشغل يعتبر. ده غير يا بنتي ان هو ابن حلال وطيب، وزي ما انت كنت بتقولي من شوية مش هتقدري تعيشي مع اللي اسمه محمد ده علشان فقير وعلى قد حاله. احمد هيعيشك ملكة، كل اللي انت نفسك فيه هيجيلك من غير اصلا ما تطلبيه. قلت له بس انا مش موافقة يا بابا، ده عنده 35 سنة وانا لسه صغيرة. قال لي فرق السن بسيط ومش مشكلة. قلت له لا يا بابا مش بسيط. قال لي بصي بقى يا خلود، انا كل حاجة بتقولي لي عليها بطوعك فيها، واصلا من قبل ما محمد يتقدم لك احمد اتقدم لك، وانا قلت له لا علشان كنت عارف انك هترفضي، لكن يمكن اللي حصل ده حصل من عند ربنا علشان انت ليكي نصيب مع احمد. قلت له يا بابا علشان خاطري حاول تعمل اي حاجة غير ان انا اتجوز، انا خلاص مش عايزة اتجوز. قال لي مفيش حاجة اسمها خلاص مش عايزة تتجوزي، انا جايلي ناس كبار جدا في البلد. قلت له طيب ايه رأيك نتخطب وبعد كده نفسخ الخطوبة؟ قال لي وبالنسبة للدعوة اللي مكتوب ان هيتكتب كتابك فيها يوم الجمعة الجاية. بصيت في الارض وفضلت اعيط. خدني في حضنه وطبطب عليا. قال لي والله يا خلود ما عامل لك حاجه تضرك يا بنتي، انا ما كنتش مرتاح لمحمد اصلا ووافقت عليه علشانك انتي. قلت له خلاص يا بابا اللي انت شايفه اعمله، وخدت بعضي وطلعت اوضتي انهارت من العياط. فضلت اكلم نفسي كتير واقول قد ايه محمد ده غبي، ضيع من ايده فرصه كبيره جدا علشان بس ياخد 500 الف. ده بابا كان هيشغله في المصنع وكان لينا شقه باسمنا غير الفلوس الكتير قوي اللي بابا حاططها باسمي في البنك اصلا. هو بص للجزء البسيط بس، يمكن هو عمل كده علشان ربنا يكشفه ليا واعرف انه بني ادم لا يؤتمن. كنت زعلانه قوي على اللي حصل فيا، لان انا ما عملتش في حد حاجه وحشه علشان يحصل معايا كده. بابا كلم احمد وطلب منه انه يجي علشان يتكلم معاه شويه. احمد جه لبابا ودخلوا جوه المكتب. بعدها احمد خرج فرحان وهو طاير من السعاده وروح على البيت بتاعه على طول. ساعتين عدوا بالظبط وبعد كده لقيت احمد جاي هو وابوه وامه واخواته. فضلوا يهيصوا ويزغرطوا وقروا الفاتحة. كنت مستغربة اللي بيحصل حواليا، شوية أقول لنفسي أنا بحلم وشوية أقول لنفسي لأ ده حقيقة. الكل كان عمال يهيص ويضحك وفرحان، وأنا كل حاجة كنت مخططة لها وبحلم بيها اتدمرت في ثانية. أحمد قال لبابا ممكن أطلع لخرود؟ بابا قال له اتفضل يا حبيبي اطلع لها. لقيت الباب بيخبط، طبعا أنا كنت قاعدة في أوضتي وسامعاهم تحت عمالين يزغرطوا ويهيصوا وعرفت كل حاجة من أختي. اول ما الباب خبط قلت ادخل، فكرت ان اختي هي اللي بتخبط عليا، لكن لقيت احمد هو اللي داخل واقف على راسي، وانا طبعا كنت من غير حجابي ولابسه ملابس نوم ما يصحش انه يشوفني بيها. لما ما سمعتش صوت بصيت ورايا لقيت احمد باصص ومتنح وفاتح بقه. رحت مصوته وشديت الملايه وغطيت نفسي، وطبعا محدش سمع صوتي لانهم مشغلين اغاني وعمالين يزغرطوا زي ما قلت لكم. بصيت لاحمد وانا مصدومه ومكسوفه وقلت له انت ازاي تدخل عليا كده، انت بني ادم قليل الادب. بعد فترة من التتنيح لقيته بيقول لي يا بوي على لهطة القشطة اللي هتجوزها. قلت له اختش يا جليل الحياة، وطردته بره الأوضة. أول ما خرج لقيته بيقول لي طيب البسي وتعالي علشان عاوزك في موضوع مهم. لبست وخرجت له. قلت له خير يا أحمد؟ قال لي الحمد لله انا دخلتي عليك يوم الجمعة. قلت له مين قالك كده؟ ده كاتب الكتاب بس. قال لي لا ما انا اتفقت مع عمي اننا هنتجوز على طول. في اللحظة دي حسيت اني عايزة اعيط او اصوت او اشد في شعري او اعمل اي حاجة في نفسي. ده فاضل يومين اتنين بس، ايه السرعة دي كلها؟ قال لي يلا بينا بقى علشان نروح نجيب الفستان. في اللحظة دي عارفين المعزة لما تكون مربوطة وحد بيشدها بالحبل؟ انا كنت المعزة دي ماشية معاه هو واخته. ايه رأيك في ده؟ حلو جميل طيب خديه. ايه رأيك في ده؟ حلو جميل طيب هاتيه.
ما كنتش حاسة بأي حاجة غير إن أنا مغيبة حرفيا. مش هضحك عليكم، كل حاجة جابها لي غالية جدا، حتى الشبكة صمم إن هو يجيبها في نفس اليوم اللي كنا بنجيب فيه الفستان، ويعلم ربنا إنه جاب لي شبكة في اليوم ده بمليون جنيه. وعلى فكرة احنا مش بنتاجر في أي حاجة وحشة، بس احنا الحمد لله ميسورين الحال أبا عن جدا. يعني كل حاجة عند بابا وعمامي وارثينها من جد 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 جدي، وانتوا بقى نازلين. في اليوم ده خلصنا لف ومشاوير على الساعة 2 بالليل، وتاني يوم سافرت القاهرة، اشترينا حاجات كتير قوي كنت محتاجاها. وعلى فكرة انا ما جبتش جهاز ولا جهزت نفسي، كل اللي جبته ملابس الشخصية ومكياجاتي والحاجات دي، وهو اللي كان مديني حقهم كمان. اما بقى الشقة اللي عشت فيها انا واحمد كانت جاهزة من كل حاجة. الشقة كانت 250 متر وكانت فيها حاجات كتير جدا لدرجة ان اي حد يخشها كان بيتوه من كتر وسعها. بعد ما جبت كل حاجة اديتها لاخواتي وامي واهلي، وقلت لهم على الطريقة اللي عايزاهم يفرشوا الشقة بيها. سبتهم يفرشوا وروحت علشان انام. بعد ما عينيا راحت في النوم لقيت حمد بيرن عليا. رديت عليه وانا نايمة، لقيته بيقول لي عاملة ايه يا حبة القلب، بكرة هتبقي مراتي يا جميل. قفلت التليفون في وشه وعملت وضع الطيران ونمت. ما هو الموضوع مش ناقص محن، انا واحدة بتجوز في يومين، كتر خيري ان انا مكملة اصلا، وهو كان عايش لدول المراهق وهو اصلا متجوز قبل كده. تاني يوم امي صحتني الساعة 8، لقيتها عاملالي كيلو كبدة بلدي وحطلي عليهم شوية ملح وفلفل بس، ولقيتها بتحط ورايا المخدة وبتقولي قومي علشان أكلك، وبقت تحط الشوكة في الكبدة وتأكلني في بقي. يا ماما أنا تعبت، يا ماما مش قادرة آكل. طيب يا ماما قوم أغسل وشي وأغسل سناني. تقولي كلي بس وتغذي، انت ما تعرفيش اللي انت داخلة عليه. قلت لها في ايه يا وليه، انت بتخوفيني ليه، وانا هموت ولا ايه؟ قالت لي لا يا عبيطة، بس النهارده يوم دخلتك ولازم تكوني قوية. قلت لها ايه ده ياما، هو انا هتجوز بجد؟ قالت لي ايوه هتتجوزي يا حبيبة امك. كنت مصدومة ومش مصدقة، وطبيعي اي واحدة في مكاني كانت هتبقى زيي. بعد ما امي اكلتني لقيتها مدخله لي واحده، قالت لها بقول لك ايه يا ام محمد، قالت لها شايفه خالد اللي قاعد على السرير ده، ساعتين بالكتير وعايزاه يبقى خلود. وقفلت الباب وخرجت من غير ما تقول لي الست دي هتعمل فيا ايه. عارفين لما تجيبوا الفرخه برشه كده وتقعدوا تنضفوها؟ الست دي عملت فيا كده، خلتني زي الفراخ البيضه والله. بس مش هقول لكم بقى انا عملت ايه، انا فرجت عليا البيت والجيران ولكم ان تتخيلوا. بعد ما خلصت دخلت اخدت دش وخرجت، لقيت الست بترشني بمسك ابيض. قلت لها في ايه يا حاجه، هو مش البتاع ده بيحطوه لما الناس بتموت؟ قالت لي ولما بيتجوزوا برضه. قلت لها طيب ماشي سيبيني بقى امشي. يا دوب دخلت لبست هدومي لقيت احمد بيفتح عليا الباب. قلت له يا ابني ما تتعلم الادب، هو انت كل شويه تدخل عليا من غير ما تخبط؟ قال لي يا ستي كلها كام ساعه وهتبقي مراتي، خلاص يا بس البسي عشان اوديك الكوافير قبل ما اروح اجهز. لبست ونزلت ركبت معاه وداني الكوافير، جهزوني وظبطوني وروجوني، وبجيت ولا عروسة المولد، حاجة كده فخر من الآخر. لا بهزر، أنا كنت حلوة فعلا. قبل المغرب بابا واخواتي جوهم خدوني بالعربية، اتصورنا لنا كام صورة وبعد كده رحنا على القاعة. فضلوا يرقصوا ويتنططوا وكل شوية حد يشدني علشان أرقص، وطبعا أنا كنت ملخومة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل. بعد ساعة بالظبط قلت له بقولك ايه، أنا تعبت جدا يا أحمد، لو سمحت خلينا نروح. قال لي خلينا نرقص شوية. قلت له لا أنا عايزة أروح لأني تعبانة ومحتاجة أنام. قال لي تنامي انتي بتهزري صح؟ قلت له لا مش بهزر، انا فعلا تعبانه ومحتاجه انام. قال لي خلاص لما نروح نبقى نشوف الموضوع ده. راح كلم اخواتي وابويا، فتحنا البوفيه وكله كل، وبعد الاكل خدنا بعضنا وروحنا شقتنا. وطبعا ما احتجتش ان انا اودع اهلي لان بيتي لازق في بيتهم. اول ما بابا وماما قفلوا علينا الباب طلعت اجري على اوضه النوم وقفلت على نفسي الباب بالمفتاح. احمد خبط عليا وقال لي افتحي يا خلود. قلت له لا مش فاتحه، انا تعبانه وعاوزه انام. قال لي هتفتحي ولا لف انطلق من البلكونه؟ قلت له لو عملت كده هصوت والم الناس عليك. قال لي ما هو ده المطلوب. قلت له انا مش فاهماك. قال لي ما هو كويس ان انت مش فاهماني، لما اجيلك هقولك انا قصدي ايه بالظبط. وهو عمال يتحايل عليا علشان افتح، وانا طبعا مش معبراه، باب الشقه خبط. جوزي قال مين اللي بيخبط دلوقتي؟ قلت له الحمد لله، او اي حد يبعدك عني. اول ما فتح الباب سمعت صوت ضرتي عماله تزعق وتغلط فيه جامد جدا. فضلت تقول له اتجوزت عليا يا احمد، بقى دي اخرتها؟ قال لها يا بنتي ومش انتي قلتي لي اتجوز عادي؟ قالت له قلت لك اتجوز لكن مش دي يا احمد. انت رايح تتجوز خلود؟ هو مش انت اتفقت معايا ان انت لما تتجوز وتخلف عيل من صلبك هتديهولي انا اللي ربيه؟ هاخده بقى من خلود ازاي وهي بنت عمك ولحمك ودمك؟ انت كده مش هتنفذ اتفاقك معايا. قال لها بقولك ايه، ولا اتفاق ولا مش اتفاق، انت شايفه ان ده وقته ان انت تتكلمي فيه؟ قالت له وانا مش هسيبك ليها النهارده، انزل اقعد معايا تحت. قال لها طبعا مش هينفع اسيب بنت عمي، وبعدين ما تنسيش ان بكره اهلها جايين، سيبيني ادخل على البت يا احلام. قالت له على جثتي يا احمد لو سبتك تدخل عليها، انا قاعده على قلبكم. قال لها يا بنت الحلال انزلي بدل ما رن على ابوكي.
قالت له بتهددني يا احمد؟ بقى دي اخرتها؟ كل ده علشان ما بخلفش؟ هو انا معيوبه بمزاجي؟ احمد قال لها يا بنت الحلال، هو انا لو كنت بقول عليكي معيوبه او كنت اصلا بعايرك بحوار الخلفه كان زماني متجوز من زمان جدا. انا صبرت عليكي سنين وعملنا عمليات كتير جدا وبرضه ما كانش ربنا بيكرم. سيبيني بقى، انا نفسي اعيش حياتي واخلف عيل من صلبي يشيل اسمي. لقيت احلام علت صوتها وبتقولي سمعتي يا خلود؟ انتي مجرد بقرة جاية تحملي وبعد كده هيرميكي، انا الاساس. احمد قال لها خرسي، ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ دي بنت عمي. ضحكت بمياصة وقالت له ما انت اللي لسه قايل، هو انا جبت حاجة من عندي؟ باي باي يا بيبي، وخرجت وقفلت الباب وراها. ساعتها انا اتعصبت جدا وفتحت الباب وقلت له هو اللي هي قالته ده صح ولا كلام؟ قال لي بص يا بنت الحلال، انا اصلا في الاساس كنت ناوي ان انا اتجوز علشان اخلف، لكن انتي عارفة ومتأكدة ان انا بحبك من زمان، انا من قبل ما اتجوز احلام وانا جيت اخطبك وانتي رفضتي بحجة انك صغيرة وعايزة تكملي تعليمك، فاكرة ولا مش فاكرة؟ قلت له ايوه فاكرة، انا فعلا زمان لما انت اتقدمت لي كنت صغيرة وما كنتش مستعدة ان اتجوز خالص. قال لي طيب دلوقتي مستعدة؟ قلت له بعد الكلام اللي مراتك قالته ده استحالة ان انا اوافق ان انت تتجوزني. قال لي انت عبيطة يا بت، انا جوزك. قلت له احمد انا تعبان، انا داخلة انام. لكن هو جري على اوضة النوم قبلي وقال لي والله ما انا سايبك النهارده. حاولت معاه مره واتنين وتلاته انه يبعد عني ويسيبني لكن ما قدرتش عليه، والحمد لله بقيت مراته قدام ربنا وقدام الناس. تاني يوم اهلي جوهم وجابولي صباحيه كبيره جدا تشرف اي حد. اهلي اطمنوا عليا وقعدوا معايا شويه وبعد كده روحوا، وانا فضلت قاعده بقى واحمد لازق فيا. يا ابن الحلال ابعد عني. لا مش باعد، اصل الجو ساقعه وانا عايزه اتدفى. اقوم ادخل الاوضه بتاعه النوم يدخل ورايا، اقعد في الصالون يجي ورايا. اخر ما زهقت منه بصيت له قلت له هو في ايه؟ هو انت عامل نفسك عيل صغير؟ انا زهقت، ايه شغل التلزيق ده؟ قال لي اعمل ايه؟ اصلا انا بحب الحلويات. قلت له طيب يا خفيف انزل بقى الاحلام علشان انا سامعه صوتها ناقص بس شويه كده وتطلع ترميني من البلكونه وانا بصراحه مش فايقه لها خالص. قال لي لا يا حبيبتي انا عريس، هقعد عندك شهر وبعد كده ابقى اعدل براحتي. قلت له لا حرام. قال لي على فكره مش حرام ولا حاجه، ما انا متجوزها بقالي سنين ومفيش اي حاجه، اشمعنى انت ما اقعدش معاكي شويه؟ ولا انت بقى عايزه تطرقيني ومتضايقه مني؟ قلت له بصراحه انا متضايقه منك. انت ملزق قوي يا احمد. قال لي انت بتقولي ايه؟ قلت له لا انا ما بقولش حاجه. قال لي سمعتك بتقولي ان انا ملزق. قلت له لا يا عم ابقى سلك ودنك، انا ما قلتش كده خالص. وبقيت انا وهو على ده الحال الا 24 ساعه بننكف في بعض زي القط والفار بالظبط، شويه نتخانق وشويه نهزر، وطبعا انا كل فتره والتانيه اسرح مع حالي ومش مصدقه ان انا اتجوزت. بس مع مرور الشهور ابتديت ان انا اتاقلم، خصوصا ان احمد كان كويس جدا معايا، كان بيخرجني وكان بيعمل لي كل اللي انا عاوزاه لدرجه انه بقى يسفرني مره كل شهر القاهره، مع اني كنت برفض اروح القاهره، لكن هو كان بيصمم وبيقول لي ادينا بنغير جو، شويه يوديني القاهره وشويه يوديني اسكندريه، شويه يوديني طنطا، شويه يسفرني في اي مكان، المهم انه كان بيخرجني. لدرجة انه لما لقاني زهقت وما بقتش حابة ان اسافر قال لي طيب ايه رأيك نسافر بره مصر؟ لكن انا قلت له لا بصراحة، لاني ما اقدرش ابعد عن امي وابويا. انا كنت عايشة حياتي ومكبرة دماغي ومش واخدة بالي ان احمد متعلق بيا وعمال يتعلق بيا ونسي احلام خالص. في يوم حسيت ان انا نفسي اكل شوكولاتة، طلبت من احمد ان انا اكل ايس كريم بالشوكولاتة. قال لي طيب تعالي ااكلك ونخرج نتمشى شوية. خرجنا جبنا الايس كريم وتمشينا، والاول مره يسمع كلامي ونمشي من غير العربيه لاني كنت نفسي ان انا اتمشى واشم شويه هوا. مشي الاسم اتمشيت وانا اصلا راكبه العربيه وما بمشيش على الارض. اول ما خلصنا الفسحه بتاعتنا روحت وانا طالعه على السلم لقيت احلام واقفالي قدام باب الشقه بتاعتها. احلام كانت شقتها قبل شقتي، اول ما شافتنا طلعت وفضلت تزعق معايا وتقولي يا خربت البيوت يا خطفت الرجاله. طبعا مرات عمي سمعت احلام وهي عماله تشتم فيا، وانا طبعا استحاله كنت ارد على احلام اي غلط من اللي غلطته. احمد فضل يزعق معاها ويقول لها ما تضطرنيش امد ايدي عليكي، احترميني انا واقف يا محترمه، كده قله ادب اللي انت بتعمليه ده. لكن هي فضلت تغلط فيا وتشتمني بالام وبالاب. طبعا حماتي بصراحه ما سكتتش، طلعت وقالت لها هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت ليكي كمان عين تتكلمي؟ ده الواد من يوم ما اتجوز وهو ورد وبقى شكله يفتح النفس، ده انت كنتي دفناه بالحياه. انا ما اعرفش انا عقلي فين لما رحت خطبتك. انت عارفه يا بنتي انا لما جيت خطبتك ابني ما كانش عاوزك، كان عاوز خلود من الاول، لكن للاسف خلود رفضت علشان كانت عايزه تكمل تعليمها، ولو كانت خلود وافقت كانت زماننا هي اللي مراته وما كانش اصلا اتجوزك ولا شافك ولا عرفك. انت عماله تتنططي علينا علشان خاطر ايه؟ ده انا ابني فضل متجوزك سنين ومرضيش يتجوز عليكي ولا يكسرك.
مع ان الشرع محلل له 4 وهو اصلا في حالته المفروض يتجوز لان هو مش مجبور انه يصبر عليكي وانت مش بتخلفي. قالت لها طيب يا حماتي لو ابنك كان العيب منه كنت قلتي الكلام ده برضو؟ حماتي ردت عليها وقالت لها ايوه كنت قلت لان اعرف ربنا واستحاله افرق يا بنتي، وانتي معاشراني بقالك سنين عمري طلبت منك تغسلي لي طبق ولا تناوليني كوبايه ميه؟ عمري يا بنتي اذيتك بكلمه ولا قلتلك حاجه تجرحك؟ لكن انتي اليومين دول بقيتي قليله الادب ومش لاقي حد يلمك. ابني عمره ما مد ايده عليكي، عمره ما غلط فيكي، عمره ما زعلك، عمرك ما سبتي بيتك ومشيتي. ابوكي وامك قالوا يا جماعه ابنكم ليه الحق انه يتجوز لان بنتنا ما بتخلفش. عملنا اللي علينا معاكي، وديناكي كشفتي عند اكبر دكاتره في مصر وبره مصر، وعملنا لك عمليات كتير جدا، وكل دكتور كنا نروح له كان يقول مفيش امل، لكن مفيش حاجه بعيد عن ربنا. ونفس الكلام فضل يتكرر سنين. سيبي جوزك يا بنتي يتهنى، ولو انتي غيرانة ومش قادرة تشوفيه مع واحدة غيرك ممكن تنفصلي عنه وتتجوزي واحد يكون عنده عيال، يكون مثلا زوجته متوفية او منفصل ومراته رمياله العيال وسايباه، صدقيني هتاخدي فيه ثواب. انما بقى فكرة ان مثلا لما خلود تولد تاخدي عيالها وتربيهم انتي ومش عارف ايه والكلام ده كله استحالة، لان مفيش ام طبيعية هتسيب عيالها لغيرها يربيها. احلام بصت لحماتي وقالت لها يعني ده اخر كلام عندك؟ قالت لها بصراحة يا بنت انا مش شايفة حاجة تانية غير الكلام اللي انا قلتهولك، انا بكلمك لمصلحتك، وانتي لو بنتي قسما بالله لا اعمل نفس اللي عملته معاكي. انا شايفة ابني حابب بنت عمه، واليوم اللي بيجي يقعد معاكي فيه ما بيبقاش طايق نفسه. وانا واثقة ومتأكدة ان خلود ما كانتش بتحب احمد، لكن الفترة دي ابتدت تميل ليه، فبالله عليكي ما تخربيش حياتهم. احلام قالت لها انا اللي هخرب حياتهم برضو؟ مين اللي خرب حياة مين؟ حماتي ردت عليها وقالت لها ما تكدبيش وتصدقي الكدبة، انت كده كده حياتك كانت مخروبة، واحمد لو ما كانش اتجوز خلود كان هيتجوز غيرها علشان يخلف. احلام بصت لاحمد وقالت له خلاص انا ما بقتش عاوزاك ولا عايزة اعيش معاك، وانت لو راجل طلقني واديني حقوقي. قال لها من غير غلط يا بنت الناس، روحي لابوكي وانا هكلمه. وفعلا اتكلموا مع بعض واتفقوا على كل حاجة، احلام خدت حقوقها كاملة، وبعد كده احمد راح طلقها. بعد طلاق احلام واحمد ب3 ايام بالظبط اكتشفت ان انا حامل، وطلعت كمان حامل في 3 شهور. ساعتها انا ما كنتش مصدقه وما كنتش عارفه اقول لاحمد ازاي، لكن بصراحه قلت انا هنزل اقول لمرات عمي، وفعلا قلت لمرات عمي. مرات عمي طارت من الفرحه وفضلت تزغرط ولمت علينا الجيران. امي وابويا كان قلبهم حاسس لان كان شكلي متغير. امي طبعا اول ما سمعت صوت الزغاريت عرفت على طول ان انا حامل، ولقيتها خارجه من بيتنا عماله تزغرط هي كمان. بابا اتصل باحمد وقال له تعالى ده في مفاجأة كبيرة جدا، بس قبل ما تيجي اشتري لي 3 عجول. قال له ليه يا عم في ايه؟ قال له بس تعالى انا هقولك. احمد جه وهو مش فاهم اي حاجة، لقى كله عمال يزغرط في وشه. قال يا جماعة في ايه؟ ما تستهدوا بالله كده وقولوا لي وانتوا اتلبستوا ولا ايه؟ كلهم قالوا له في نفس واحد خلود حامل في 3 شهور. قال لهم يعني ايه؟ قالوا له يعني 6 شهور بالظبط وتبقى بابا. صوت الزغاريت عليت في بيتنا، بابا جاب 3 عجول واحمد جاب 3 عجول وعمي جاب عجلين. وفي اليوم ده والله العظيم ما سيبناش حد في البلد كلها الا وكان واكل وتلاجته مليانه لحمه كمان. ما كنتش متخيله ان ممكن احمد يفرح الفرحه دي كلها. شهور حملي بتعدي، حملي طبعا كان صعب جدا لان انا كنت حامل في بنتين توأم. يوم ولادتي كل اللي جه على بالي هي احلام، فضلت ادعي لها بالزوج الصالح وان ربنا يعوضها خير. هي كانت صعبة ولسانها كان صعب حبتين، لكن بصراحة أنا عذراها. عزمت أحلام على أسبوع بناتي الاتنين، كانت فرحانة ومبسوطة جدا، وأنا من اليوم ده وابتديت أعتبرها زي صديقتي، وهي برضو بقت تكلمني على طول. وبعد شهر واحد من ولادتي أحلام اتقدم لها عريس ابن الناس ومحترم وعنده بنت وولد، وسبحانك يا رب مامتهم متوفية. البنت عمرها 2 سنين والولد عمره 1.5 سنة. أمهم ولدت البنوتة قيصري وحملت على 40 على طول، وطبعا أنيميتها كانت بايظة وجسمها ما كانش متحمل، وال24 ساعة كانت محجوزة في المستشفى. ويوم ولادة ابنها الصغير اتوفت. وطبعا أبوهم كان حزين عليها جدا ورفض إنه يتجوز، لكن مع مرور الأيام اضطر إنه يتجوز علشان برضه عياله محتاجين أم. وسبحان الله ربنا رزقهم بأحسن وأحن أم في الدنيا. بعد مرور 5 سنين اكتشفت ان انا حامل تاني. فضلت اعيط واحمد يضحك ويرقص ويقول لي احسن. قلت له تصدق انك ما عندكش دم، انت بتعاندني؟ قال لي يا بنتي ده العيال عزوه وانا بحب العيال كتير. جاب لي هديه دهب والايام بتعدي. بكتشف ان انا حامل في ولدين توأم، بقول الحمد لله على كده ومش جايبه اطفال تاني. لكن بعد مرور 3 سنين ربنا كان ليه رأي تاني ورزقني بمسك الختام، بنوته كيوته بسكوته. وكده القصه خلصت، سلام.